بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل روتين يوم الجمعه. قبل ما ابدا الفيديو، عشان من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه وربنا يوفق الجميع، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بص يا ستي، هنا هنعمل شوربه. ماشي، حطيت في الشوربه بصل وقوطه ورق غار وقرنفل وحبهان. ماشي، هنسيب بقى الميه تغلي شويه ونيجي مع بعض. انا طلعت لحمه مفرومه، هنعمل طاجن مكرونه بلحمه مفرومه، وهنعمل كمان رقاق ناشف. ماشي، همشي معاكم خطوه بخطوه ان شاء الله. ربع كوبايه ميه مع اللحمه عشان بحب عين الريم. اللي مش عايز يعملها كده ما يعملهاش. ماشي، انا هحط كمان البصل. ماشي، طبعا عين الريم، احط ورقه غار والبصل فرمان طبعا في الكبه. ماشي، هقلبه بقى كده. عايزه تحطي فلفل الوان حطي. ماشي، هنسيب الحاجات دي بس شويه ونيجي مع بعض. دلوقتي يا جماعه حطينا طبعا البصل وحطيت كمان فلفل كده حراق. ماشي، لو عندك اطفال ما تحطيش. هنحط دلوقتي شويه زيت. ماشي، عايزه تحطي سمنه حطي. ماشي، والتوابل هنحطها شويه كده. دلوقتي بقى هنحط اللحمه. الشوربه بصوا عامله ازاي ما شاء الله. هنحط اللحمه بقى ونيجي مع بعض. كده خلصت اللحمه المعصجه. ماشي، هنعمل بقى الرقاق الناشف هبله ونيجي مع بعض. بصوا يا جماعه بقى الرقاق الناشف بنعمل بقى ازاي عشان نخليه طري. بجيب ميه كده في طبق واعمل كده. ماشي كده اهو. ماشي، بالمنظر ده كده، وتحطي كده وتعملي كده اهو، وتجيبي التانية برضو نفس الحوار وتسيبيهم على جنب لحد ما تيجي تعملي بقى الصينيه. هتلاقيه اضطر معاكي شويه. حطيت هنا كوبايتين من الشوربه. اللبن هحط منه كوبايه كمان على الشوربه. العصاج للطاجن. ماشي، حطينا عصير قوطه وحطينا التوابل على عصاج اللحمه. بتتسبك بس شويه ونيجي مع بعض. بصوا يا جماعه، الصينيه اللي انا عملت فيها اللحمه العصاج حطيت فيها هعمل فيها برضو الرقاق. ماشي، حطيت معلقه سمنه كبيره. ماشي، البنات المبتدئين، لو انت عندك طاجن جديد بتولعي الفرن قوي وبعد كده تطفيه وتحطيه في الفرن. ماشي، ياخد السخونيه بتاعته. يا جماعه شوفوا اضطر ازاي. اللي عايز يعمل الحركه دي يعملها. ماشي اهو اضطر. بس برضه انا هحطه برضه في اللبن والشوربه. هنحط معلقه سمنه في اللبن كده. ماشي، ونمسك بقى كده. ماشي، بص لو نعمله بقى الناشف بقى كده يعني من غير ما نبله، بجيب الناشف برضو نفس الحوار كده اهو كده. برضو لازم تغرقيه كده شوربه عشان يضطر معاكي. طبعا نحط حسب تحطي بقى الكميه قد في الصينيه، او الصينيه بتاعتي كانت يعني كبيره ولا صغيره. ماشي، المنظر ده كده. انا حطيت طبعا هنا 2 في الصينيه اهي، وهحط التالتة اهي. ماشي، دلوقتي هنحط بقى العصاج. ماشي، المنظر ده كده. هنفرده بقى ونيجي مع بعض. هنحط بقى بص حطينا العصاج كده. هنحط بقى الرق اللي هو اللي فوق. ماشي، انا احط واحده كمان وكفايه كده. ندخلها بقى في الفرن. ماشي كده، ده اخر رق بقى يا جماعه. هعملها بقى على البوتاجاز من فوق ونيجي مع بعض. كنت هعملها في الفرن البوتاجاز، بس بعد كده قلت لا، هعملها على العين اللي فوق يعني. لا في الفرن، بس هم مستعجلين هحطها اعملها على عين البوتاجاز من فوق. ماشي، على العين الكبيره. ماشي، هقعد ادور فيها كده. ماشي، عشان تتحمر من كل الجهات. ماشي اهي ان شاء الله. ادي الرقاق الناشف. ماشي، هنعمل بقى الطاجن المكرونه نيجي مع بعض. هنعمل بقى الطاجن المكرونه. بصي يا ستي، بنجيب كوبايه ميه ونحط عليها فلفل اسود وشويه ملح ونركنها على جنب. هنحط دلوقتي العصاج. طبعا حاطين عليه قوطه. ماشي، ومثبتين اهو. هنحط الاول كده من تحت. هنقفل بقى ونيجي مع المكرونه. ماشي، طبعا حسب الطاجن اللي انت هتحطيه قد ايه. ماشي، احنا حطينا نص كيلو. ماشي، نص كيلو مكرونه. هنحط بقى كوبايه الميه كده. ماشي، وهنحط كمان كوبايه يعني نص كوبايه ميه تاني. ماشي،
هنغطي ايه، لازم تغطي المكرونه ونيجي مع بعض. لازم نغطي المكرونه عشان ايه تستوي، عشان طبعا حاطينها نيه. ماشي، تعملي بقى كده المنظر ده كده، ونحط بقى ايه شويه زيت من فوق. هنحط برده شويه ميه تاني كده صغيرين، ونحط شويه زيت ونحطه بقى ايه في الفرن. اهو الطاجن بتاع المكرونه. ماشي، شايفين ما شاء الله. ادي الرقاق، شايفين بألف هنا وشفا.